السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهيوتنا نيو في إطار الاقتراحات اللي نغيروا بهم في أنواع الشوربات اللي كنحضروا، كنقترح عليكم اليوم هاد الشوربة أو كريمة. هي في الحقيقة كريمة ديال البسباس، كتجي رائعة بزاف، يعني طعمها مختلف وبنينة بنينة بنينة. تجربة إن شاء الله هي اللي غادي يعني اللي غادي توريكم هاد الشيء اللي تنقول. يعني تحضيرها ما فيه شي تعقيدات، والأهم أنها كتوجد دغيا. يعني مثلا في شهر رمضان واحد نص ساعة قبل الفطور وها هي واجدة بنينة ومغذية، ومنافع البسباس كلكم كتعرفوها، فكنصحكم تجربوها. نبداو بسم الله وبالصلاة على رسول الله. طبيعة الحال غادي نوريكم المقادير وفي نفس الوقت التحضير. عندنا مقدار من البسباس هنا، تقريبا عندي 3 ديال الحبات شوية كبار ديال البسباس. طبيعة الحال غتغسلوهم وغادي تنظفوهم وغادي تقطعوه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. يعني التقطيع غادي يكون عشوائي، وغادي تحتفظوا حتى على دوك الوريقات ديالو اللي طريين، دوك اللي كيكونوا لداخل في الوسط. هانتوما كتشوفوهم راني حطيتهم في الطنجره ديال الضغط. وغادي ناخذ بصله متوسطه حتى هي، غادي نقطعوها هكذاك جوانح، ولا كما قلت لكم قطعوهم بشكل عشوائي، لان كل شيء غادي يطيب وكل شيء غادي يتطحن. هنايا ضفت ديك باقي الكميه ديال البسباس اللي كنت مقطعاها من قبل. غادي نضيفوا دابا مقدار من البطاطس. البطاطس هنا عملت تقريبا نص كيلو او فايت شويه. غادي تقطعوهم حتى هما هكذاك، واعتذر على الاصوات ديال الخبط اللي كاينه في الخلفيه. هنايا بعد ما حطيت الخضر كامله غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ونص ديال الزبده، مع تقريبا 3 المعالق ديال زيت المائده. غادي نحطوا ديك الطنجره. بطبيعه الحال انا غنعمل في طنجره الضغط، فما غاديش ياخذ ليا الوقت، وعملته في طنجره عاديه فغادي ياخذ شويه ديال الوقت زايد. هنايا حطيت طنجره فوق النار، وغادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال القزبور والمعدنوس. كيزيد حتى هو كيلذذ هاد الشوربه هادي. غادي نبدا نقلب وغادي نضيف هنا عندي شبت مجفف. غادي نضيفو. الا عندكم تبارك الله ما عندكمش، زيدوا شويه الوريقات ديال البسباس، يكونوا شويه زايدين. حاولوا تقطعوهم هكذا، يعني ما تديروش داك العود اللي كيكون لاوي، ولكن قطعوا غير الوريقات فقط. بالنسبه لهذا الشبت المجفف كيزيد النكهه بدون ما ياثر على اللون ديال الشوربه ديالنا. غادي نقلب هاد المكونات هادي واحد شويه فوق النار، يعني ما كتفوتش المده ديال داك التقليب، واحد 8 ديال الدقائق هكذاك في اقصى الحدود. غادي نضيف الملح والفلفل الاسود فقط باش يجيوكم الشوربات والكريمات اللي كتحضروا لذاذ وتستمتعوا يعني بالطعم الاصلي ديال الخضره. ما تكثروش العطريه، فقط الفلفل الابزار والملح فقط. هانتوما كتشوفوا هاد المده البسيطه اللي قليت فيها هذيك الخضر راه طلقات السوائل ديالها. صافي دابا غادي نمرقوا بالماء بارد اولا الماء مغلي. باش تسرعوا الطهي غادي ديروا ماء مغلي. هنا غادي غير تغطيوها فقط. يعني كنوريكم باننا ما خصناش نغمروها تماما، يجي الماء مقاد مع المستوى ديال الخضر. وديك الساعات منين طيب كيبقى لكم نتوما الاختيار، اما تزيدوا تكثروا فيها السوائل اما تخليوها عاقده وخاتره. دابا غادي نسد على الطنجره فقط اقل من 10 دقائق بعد ما تدور الصفاره، وغادي نفتحوا عليها. هنايا حسبت الوقت الكافي ففتحت على الطنجره. غادي نقلب هنايا الخضر. هانتوما كتلاحظوا كيفاش البطاطا دايبه، وكذلك داك البسباس والبصل، يعني كلشي كيطيب دغيا. هنا غنبعدوا الطنجره شويه من النار، خليوها غير تهدى واحد شويه فقط. وغادي نضيفوا هنايا هاد المساله هذه الخطوه اختياريه، بغيتوا تعملوها عملوها، ما بغيتوش بلاش. عندي ضفت 4 ديال المثلثات ديال الجبن، كما تقدروا تعملوه مربعات، كما تقدروا تعملوا شويه ديال لا كريم فريش، كما تقدروا تعملوا الجبن العادي، تعملوا 2 معالق كبار عامرين مزيان، اولا الجبن شرائح تعملوا شي 3 تقريبا. وكما قلت هاد الخطوه اختياريه. ومن بعد كنطحنوا. هانتوما كتشوفوا القوام اللي كنحصلوا عليه، يعني كتكون واقفه وعاقده، يعني واحد الفولوتي، يعني ماشي خفيفه. وكذلك هنا كيبقى لكم الاختيار، اما تعاودوا تزيدوا فيها واحد شويه ديال الماء وتخفوها، اما تخليوها في هذا القوام هذا. وانا كنصحكم انكم تخليوها في هذا القوام باش تستمتعوا بها احسن. هنا في التقديم كنعمل واحده رشيشه ديال
الفرماج الاحمر محكوك، وواحد شويه ديال الربيع ديال البسباس. يعني راه حنا خادمينها بالبسباس، كتجي رائعه بزاف ولذيذه، وكنصحكم بزاف تجربوها. وخلاص يعني غير اللذه فكاين حتى المنافع ديال البسباس. وعاد كتلاحظوا ان المكونات كلها مزيانه. كما قلت لكم خطوه اضافه الجبن فحاجه اختياريه لكم، بغيتوا تعملوها عملوها، ما بغيتوش بلاش منها.